اكبر استنتاج من هذا الماتش هو حيدنا الشك، حيت كنا شاكين بغينا ولا كرهنا كل مغربي لداخل ديالو كاين داك الشك ديال الوصول الى نصف نهائي كاس العالم 2022 رابع العالم. ربما فيه شويه ديال الصدفه، ربما فيه شويه ديال الحظ ديال الزهر، لعبت معنا كره. شوف البرتغاليين على هجوم داروا علينا وصمدنا، شوف الاسبان على هجوم وعدد المحاولات وكاين كواري اللي ضربوا البوطو. شوف الظهور ديالنا الباهت في كاس افريقيا في كوت ديفوار، شوف الظهور ديالنا الباهت او المتوسط في كاس افريقيا في بلادنا. فالمغاربه كلهم كان عندهم داك الشك وكنا محتاجين لهذا الماتش. انا شخصيا كنت كنتسنى هذا الماتش باش يكون عندي واحد الحكم، حيت دائما لداخل ديال الراس ديالي عندي داك الشك ديال ربما لعبت معنا الايام ووصلنا لتما. ولكن البارح باش انك تدور الكره على البرازيل في كاس العالم، مهما كانت البرازيل سيئه، مهما تراجع مستواها، راه كتبقى البرازيل. وراه غير الهجوم، غير رافينيا وفينيسيوس يعطيوك الاخبار، راه صواريخ هذوك، راه صواريخ نوويه نيت كتمشي في الجنب غادي يدخلك. فتخيلوا انه حنا دابا تنقولوا بانه ضيعنا الفوز امام البرازيل في كاس العالم. هذا الشيء طيحي. انا مشى لي داك الشك، انا صافي تاكدت بانه عندنا فرقه كبيره، انا صافي تاكدت بانه صافي الجينات وحتى البلد الكروي وحتى البلاد اللي صافي راه صافي تماركات بانه راه كاينه تما. فاش كل عام او لا كل 4 سنين او لا كل كاس العالم كتلقى بانه تيبان لك واحد اللاعب اللي كيتالق. شوف دابا ايوب بوعدي، اي واحد سولتيه مراه كبيره راه طغى في التيران، صافي كان موجود نيت، كان هو هذا، كان باين. سول الام ديالك اللي ما مهتمه لا بكره لا بحتى حاجه غادي تقول لك بان راه داك السيد راه صافي كاين في الماتش. فهادو مؤشرات ديال انه صافي حنا تكلاصينا، وحتى ديك الهاله ديال فرقه كبيره راه صافي ولات عندنا، وحتى داك التراجع ولا الخوف من شي صافي ولينا ند. وفاش كتفرج بحال هاد الماتشات اللي كبار وفي اكبر مسابقه ديال كره القدم نيت في العالم، وتكون هكاك قدام واحد من اكبر الفرق، ماشي واحد من اكبر الفرق، الفرقه التاريخيه للعالم هي البرازيل، البلد الاكثر انتاجا للمواهب هي البرازيل. ويولي انت في المغرب يبان لك لعاب في هذا البوست وفي هذا البوست وفي هذا، مثلا تشوف مزراوي كيفاش زمت ليا ديك الجهه ديال رافينيا، وتشوف عاوتاني حكيمي كيفاش زمت فينيسيوس، وتشوف عاوتاني بوعدي كيفاش كلا كاسيميرو، كيفاش كلا باكيتا، وكيفاش راه صافي تتقول بانه ولاو عندك ركائز اللي صغار. يعني هذا الشيء عندك مازال غيمشي سنوات وسنوات. وعموما اش غنقول لك، هادو امور اللي ربما تخلي الناس في ميادين واحده اخرى حتى هما يبغيو يهزوا الرايه، لانه الحاجه اللي المغاربه عطاو فيها لاطاك، والمغاربه حسوا بقيمه هذه البلاد التاريخيه العريقه، وبانه في اي محفل كما كان خص الرايه ديالنا والدرابو ديالنا يترفع، وخصنا نكونوا من الاوائل في اي حاجه كما كانت. راه ربما هادو محفزات لاننا بلاد كبيره وخصنا نكونوا كبار في جميع الميادين.